أحيانا بتحس بعطش شديد جدا طول اليوم حتى لو أنت شارب مية كويس في السحور، واللي في أيام تانية بنبقى شاربين نفس كمية المية وما بنحسش بالعطش ولا حاجة. طب السؤال الأهم، هل دايما العطش معناه نقص مية ولا ممكن يكون جسمك بيحاول يوصل لك رسالة تانية؟ خلينا نفهم الأول يعني إيه عطش. العطش مش بس بيحصل لما جسمك يفقد مية، كمان بيحصل لما توازن الأملاح والسوائل في جسمك بيتغير. الجسم عنده نظام دقيق جدا بيراقب توازن البوتاسيوم والصوديوم والسكر في الدم، وأي خلل في التوازن ده بيخلي جسمك يحس بالعطش. خلينا نبص على أشهر سببين بيحصلوا في رمضان. السبب الأول فقدان السوائل الحقيقي. طول ساعات الصيام الجسم بيفقد مية عن طريق التنفس أو العرق أو التبول، وده طبيعي جدا. لكن المشكلة بتبدأ لما السحور يكون فيه ملح كتير زي المخللات أو المقليات أو الأكل المصنع أو الأكل اللي مليان بتوابل كتير. الأكل ده بيزود نسبة الصوديوم في الجسم، فالجسم يحاول يعمل توازن فيبتدي يطلب مية أكتر. السبب التاني واللي الناس مش واخدة بالها منه هو تقلبات السكر في الدم. الدراسات الطبية بتوضح إن السكر لما بيزيد في الدم الجسم بيحاول يتخلص منه عن طريق التبول، وده بيخلي الجسم يفقد سوائل أكتر، وده يخليك تحس بالعطش حتى لو أنت شارب مية كتير. عشان كده ممكن يحصل موقف غريب، تشرب كميات مية معقولة على السحور وعلى الرغم من كده تصحى عطشان، مش عشان أنت ما شربتش كفاية، بس عشان نوعية الأكل اللي أكلتها ما كانتش مظبوطة مع كميات المية. خليني أطمنك إن أنت لو بتعطش بسرعة في الصيام مش معناه إن جسمك ضعيف، ولا معناه إنك مش عارف تشرب صح. أحيانا العطش بيكون رسالة ذكية من جسمك عشان يوصل لك فيها إن في مشكلة في التوازن مش بس نقص في المية. تحدي النهاردة هيكشف لك سبب عطشك الحقيقي. جرب في سحور بكرة تعمل 3 حاجات. أول حاجة هتقلل الأكل المالح والمقليات. تاني حاجة هتزود مصدر للبوتاسيوم زي الموز زي الخيار زي الزبادي. تالت حاجة هتوزع كميات المية بتاعتك من الفطار للسحور، مش هتشرب المية كلها على السحور. ولاحظ، هل إحساس العطش قل ولا مفيش فرق؟ واكتب لنا في الكومنتات لاحظت ايه؟ ليه نظام النوم في رمضان ممكن يغير هرمونات جسمك بالكامل؟ وايه علاقته بالجوع والشبع؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. وخليك فاكر، جسمك دايما بيكلمك، تعالى نتعلم نسمعه صح.